ما لا تطيق. خلينا نتفق ان في نمره موجوده تم المحافظه اديتها هديه للكابتن رفعت الفناجيلي في راس النصر. النمره دي تساوي 23 مليون جنيه. حد يعرف المعلومه دي؟ حد يعرف المعلومه دي؟ طيب ماشي. احنا كمان ادينا كشك الكابتن رفعت الفناجيلي، مش خساره. الكابتن رفعت الفناجيلي رمز شرفت باسم مصر والكره المصريه لفتره من الزمن كبيره جدا. الكشك ده كان مساحته 2 متر في 2 متر طبقا للاوراق الموجوده، وتم تخصيصه من احد الساده المحترمين المحافظين السابقين تكريما لاسم الكابتن رفعت الفناجيلي بعد ما اعتزل، لان طبعا القصه هنا مختلفه، عشان يعيش ويرتزق من هذا الكشك ويبقى باب رزق ليه ولاسرته لحين، خلي بالكم من الكلام اللي جاي ده، بلوغ اولاده سن الرشد. السؤال الثاني، هل لو انا اسماعيل طه قبل الكشك في محافظه دمياط وتوفيت هل ولادي يورثوا الكشك؟ لا، الكشك لا يورث. اذا الكشك ده كان المفروض يزال من فتره طويله. طيب ما تمش ازالته، ايه اللي حصل؟ تم ايجار الكشك لاحد الشركات، صح ولا لا؟ وكلنا نعلم اسم الشركه، خلاص مش مهم يعني، خلاص كلنا نعلم اسم الشركه. بيتزا بارتي، بيتزا بارتي، مش فاكر يعني، مش موضوع معاك، مش قصتنا بقى دلوقتي يعني، ما فيش دي بقى منتهى يعني، رحموني. بمبلغ قد ايه؟ ده رزق يعلمه الله وانا عارفه. المستاجر يعمل ايه؟ يتعدى على المكان المحيط بالكشك، صح كده ولا لا؟ ابتدى يبقى عندي مشكله كبيره في المنطقه دي. بتجيلي طبعا ناس، انا عايز افتح كشك زي كشك الكابتن